بشوية يشتغلوا في الموضوع. ايوه ارسلوا لجنه تبحث وتحقق عن الموضوع. ما يعني ما فيني انا اقول اكثر من هيك. كل الادله اللي قدمت كلها ادله لا تثبت. نحن ما كنا موجودين في المنطقه القريبه من كان في مجموعه فصائل من ضمنهم النصره. عم بيقولوا انه هي اخوك طلب منها انه تلبس غير لباس. مو صحيح. قامت هي رفضت بعد فترة ما عادت. ما صحيح. طيب نحن عاملين بشبكة المرأة السورية حملة سوريا وطن لازم. ففي ناس عم بيقولوا عن المعتقلات تبعكم اللي عندكم. نحن طالبنا أمر من معتقلات النظام بالتعذيب. هذا كلام كذب كمان، واللي شهد فيه الامم المتحده غير هذا الكلام. نحن اعطينا امراه من اللي موجوده، احنا ما معتقلينها. الناس اللي موجودين كانوا في عطر العمال يبقوا معنا، احنا له النظام صدق خذهم، ما رضي ياخذهم. يا امم المتحده تعالي خذيهم، قالت انا عاجزه اني استقبلهم. عرفت كيف؟ ولما دخل وفد الامم المتحده للغوطه هو وطالع قال اعطوني واحد، قلنا له تفضل هي امراه، طلعها معه، وصلت لمخيم الوافدين معه رجعوها وهي موجوده عندنا. ليش رجعوها؟ رفض استقبال النظام. طيب انتوا ليه حاطينها بالسجن؟ مو سجن، وين بدنا نحطها؟ بدنا نحميها. في لها قضية يعني؟ مش هي، لا مش عفوا مجموعه من السوريين ونحن بدنا نسلمهم. جيبي لي الامم المتحده تقول انا بطلعهم بخذيهم يعني. لانه معتبرين انه خبرتكم انتم مثل الارهابيين عندكم السجن. لا قالوها مو مثل، قالوها لا تخافي. في سجون، عدة سجون، في أقبية تحت الأرض عم تعذبوا فيها الناس. وحتى أنا حضرت مؤتمر بس لنصور ناطر صار لي ساعة بس ليصورني وفيلم الموضوع. انتم إرهابيين مثل إرهابيين النظام. هلا سهل اني اقول أنا بدي أحكي كلام لا أقدر دافع، لا أقدر أحكي، لا أقدر أقول لا، بس ما عندي إثبات. ما عندي إثبات. سألت إيه؟ بدي امشي لترامب. أي يلا. بدي اقول لك شغله وحده. كل واحد بيحسن يقول اللي بده اياه، بس هاتوا دليل. شيخي والله خرب البيت صورنا. يلا هيك هي الصورة.